السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، بعد ما انتصر فريق الرجاء البيضاوي في الدورة 11 على اتحاد طنجة وكان في مركب الرياضي محمد الخامس، وكانت الاحتفالية ديال الجماهير الرجاوية، وكان تيفو، وخرج كل شيء راضي على فريق الرجاء البيضاوي لأنها انتصرت بالثلاثية. وبانت شوية فريق الرجاء البيضاوي ان الهويه ديال فريق الرجاء البيضاوي باقا ما كايناش، ولكن كيبان لك شي بوادر كاينين. وما نساوش ان المقابله اللي غتلعب نهار الاربعاء لانها مقابله صعبه، لان بركان لانها انتصرت خارج الميدان، وتا هي لانها في حاجه لانها غادا تنتصر باش تتصالح مع الجماهير ديالها في بركان، لان ما نساوش هذه مقابله صعبه. والمغرب فاسي كذلك راه انتصرت. يعني كاين الفروق اللي تقريبا مع فريق الرجاء البيضاوي تقريبا في نفس الرتبه، لانهم كلهم تقريبا راهم انتصروا. يعني فريق الرجاء البيضاوي الا بغات تلعب على الرتب الاولى لان خاصها تجيب نقاط من خارج الميدان، هذه راه حنا كنعرفوها. يعني هذه اساسيه، الا بغيتي تربح البطوله ولا تمشي بعيد في البطوله ان خاصك تجيب النقاط من خارج الميدان، اما ديال الميدان خاصك تربحهم. ومن جهه عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء البيضاوي كان ضيف على احدى الاذاعات الخاصه، وقال في التصريح ديالو ان بالنسبه لغايه مربح لانه غادي يمشي من فريق الرجاء البيضاوي، لانه هو هذا كان طلب ديالو، كانت الرغبه ديال الحارس غايه مرباح، لانه قال لي اودي لان عندي ظروف خاصه وعندي الوالده ديالي مريضه وخاصني نلتحق بالجزائر، ما خاديش نبقى هنا في المغرب، لان كاين حارس مميز هو اللي كيحرس من المرمى ديال فريق الرجاء البيضاوي، انا غير الحارس الثاني وما خاصنيش نبقى غير جالس، لان انا باغي نلعب في المنتخب، انا باغي ندير الاسم ديالي وخاصني نمشي نلتحق بشي فرقه اللي نكون فيها انا هو الحارس الاول. هذا على حسب ما قال عزيز بدراوي الاذاعات الخاصه. وفي واحد السؤال لانه غادي يتغلب على هذه المشاكل اللي كاينه عند فريق الرجاء البيضاوي، غادي يخلص ليتيج وغادي يدير انتدابات في المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي، لان قال لك من نهار جا لان المشروع ديالو باقي ما دار فيه والو، لان المشروع اللي عنده في راسو واللي جا باش يطبقوه ويديروا الفريق الرجاء البيضاوي مازال ما دار منه والو، لان لقى عده مشاكل وكاع عده ليتيج وكاع بزاف ديال الاشياء في فريق الرجاء البيضاوي ماشي هي هذه. قال لي دابا يلاه كنخدموا عليها، غادي نخدم واحد العام ولا عامين وغادي يمكن لي ندير ذاك المشروع ديالي اللي هذاك في السؤال. لان قال ليه لانك كنسمعوا لانك عييتي باغي تمشي بحال، قال لي ودي انا ما عييتش وما غاديش نمشي وغادي نبقى مع فريق الرجاء البيضاوي وغادي نكمل مادام الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي مساندني وباغيني نبقى في فريق الرجاء البيضاوي. انا ما كنفكرش نمشي لفريق الرجاء البيضاوي لان خاصني تنحطها على السكه الصحيحه. زاد اكد وقال لي ان فريق الرجاء البيضاوي فريق عالمي، ولانه جمهورها هو اللي هز، ما هزاش اي واحد، لان الجمهور ديالها العالمي لانه هو اللي هز فريق الرجاء البيضاوي، قادر الجمهور ديالها انه يخلص كل شيء ويشيط مازال من هذيك الفلوس ويداروا بها مشاريع اخرى. قال لي ما عرفتش كيفاش فريق الرجاء البيضاوي توصلت لهذا الشيء، على حسب ما قال عزيز بدراوي. ندير واحد القوس وغادي نطرح واحد السؤال، لان عزيز بدراوي نهار اللي جا فريق الرجاء البيضاوي وجابوا المكتب السابق وجابته الاداره السابقه، لانه جا كمول الشكاره. هذا الشيء اللي كنعرفوا حنا، اللي جا واحد السيد لانه عنده الفلوس وغيور على فريق الرجاء البيضاوي وباغي يزيد فريق الرجاء البيضاوي القدام، لانه من المفروض انه يجبد الفلوس ويحط الفلوس حتى ترجع الرجاء السكه ديالها الصحيحه. هذا يمكن ليه يبدا ينتج حتى هو ويرد فلوسه بشويه بشويه، خاص الرجاء تمشي من لحد الان، لانه باقي هذا الشيء ما بانش لينا منه شي حاجه. كنتمنى لانني تكون عندي الفكره خاطئه ويجبد هو الفلوس ويخلص على فريق الرجاء البيضاوي ويمشي فريق الرجاء البيضاوي قدام، لان الرجاء خاصها فلوس وخاصها لعابه يكونوا في المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي، الا بغى يجيب بها الالقاب ويجيب بها فلوس من هذوك الالقاب اللي خاصها اللي غادا تدخل فريق الرجاء البيضاوي، لان لا خرجت لعبت على الالقاب وجابتهم راه غادا تدخل فلوس، غادي يولي عندها موارد ماليه قاره وغادي يكون عندها فائض. هذا الشيء اللي كنتمناو لفريق الرجاء البيضاوي انها ترجع للسكه الصحيحه وترجع للهويه ديال فريق الرجاء البيضاوي بالالقاب وباسمها، لانه سميتها الرجاء العالمي. اخواني اخواتي، ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس، ديروا اللايك باش نوصل لكم كل حاجه جديده توصلنا بها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وديما رجاء.